خرجة من الزريب اسمها عرصة، هي فاش كاينه العمالة ضرب الظاهرية. الظاهرية قال لي دير الظاهر اللي خيمتك بها وبناتها يشتمها والزبدة تحلمها. قول له وقول له احللها يا وينه. وسيدي يا سيدي والزين ما انت زينة وانت ظريفة تعجبيك قراية اللوحة والحروف تبدا. قول له وقول له احللها يا وينه. وتنظف الله برنامج بالبال حلول اللي خصص هذه الحلقة لرائد الأغنية الشعبية حميد الزاهر كيحاول نبش في مسار هذا الفنان، وبنفس المناسبة كيخلق فرص اللقاء بين فنانين ساهموا بشكل كبير في شهرة صاحب أغنية أمراكش يا سيدي كله فرح بيك. اليوم الحاج عمر مهري الفنان اللي رافق حميد الزاهر طيلة 5 عقود من الزمن وجال معاه أقطار كثيرة، سيقوم بزيارة لمنزل الراحل، وكانت بالنسبة ليه لحظات جميلة لربط الماضي بالحاضر. والد الله يرحمه الحاج حميد الزاهر هو في البدايه ديالو كان مع جوق الوطني الله يرحمه، كان يعني في الستينات كان مع السي عصامي وكان مع بزاف الفنانه في الجوق الوطني. كان بدا معاهم هو من البدايات الاول، ولكن هو مني يعني واحد الوقت ولا تيلاحظ بان ما مرتاحش في الجوق الوطني، يعني باغي يدير شي حاجه ديالو هو. يعني واحد الوقت باقيت الله يرحمه كان ديك الساعه الصديق ديالو السي عصامي قال لي السي عصامي خويا الله يعاوننا ويعاونك وليتك على خير انا غنهود لمراكش. المهم هي هذيك هو هود لمراكش الله يرحمه. كان ديك الساعه تيخدم في العلاسات ديال الجوق ديالو، تيخدم في العلاسات. كان قاعد واحد النهار عندنا حنا واحد القضيه في مراكش تكون العرس خدام تدخل واحد الدقيقه تتسمى حنا في مراكش نقول لها الموازنيه، يعني تيدخلوا تيديروا شويه التويشيات كي تنقولوا حنا المراكشين هما تيبداو يلعبوا تيوقف داك الجوق تيزكي كلشي تيبداو تيديروا داكشي ديال التمراكشي تيبقاو تيغنيو غنيواتهم كذا كذا كذا. الوالد بقى تيشوف وتيخمم تيقول علاش هاد الفرقه هاد الناس هادو ما نشدهم وندخلهم معايا وندخل آلة العود مع الكف ومع آلة الدربوكه والطرير، يعني نشوف كيفاش طاحت عليه الفكره. باقي مسكين الله يرحمه عيط على مختار عمي، هو اول واحد كان بدا معايا عيط له، يعني قال لي انت اللي بندير، قال لي لا قول واخا. يعني بدا تيتلاقى هو وياه وتيبدا يتمرنوا. ديك الساعه كان تيعاود الولد كان صعيب، العود تيمشي في قانت والكف تيمشي في قانت والميزان تيمشي في قانت وتيطيح الميزان تيعاودوا واحد شويه بدا تيتشد ليه. بداو تيزيدوا في الافراد الفرقه، منهم عمر مهري، منهم السي محمد وعلي الله يرحمه، منهم يعني المهم تجمعت الفرقه بدات تتمرن معاهم، بدا الكف تيتخاوى مع آلة العود ومع الدربوكه ومع الطريق. بدا غادي تنسجموا حتى ولا تحفظ.
ملي تحفظ ليه الله يرحمه ديك الساعه ملي حفظو اجا بغى يسجل. كانت هذيك الساعه كانت ديك الساعه ديك صوت المغرب وكان كازافون كان هذوك كان مشى الله يرحمه عندهم قال ديك الساعه شدوه قال لي مرحبا نسمعوا شوفوا داك الشيء وما يعجبهم. انا مزوج المال يا رسول الله شد عليا برضاك يا حبيب الله. انا مزوج المال يا رسول الله شد عليا برضاك يا حبيب الله. انا كل النوم فقط انا كل النوم فقط يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله. ربي يكمل رجايا بزورة في مقام الحبيب. ربي يكمل رجايا بزورة في مقام الحبيب. واحد عز النايا نشاهد نور الطريق. ربي يكمل رجايا بزورة في مقام الحبيب. إذا كانت ساحة شام علفنا هي قلب مراكش اللي كينبض بالحياة، وهي كذلك وجهة ما يمكنش للزائر يفوت فرصة زيارتها باعتبارها موقع تاريخي. فالساحة كتعتبر كذلك فضاء مفتوح للتعبير الفني والثقافي. وزيارة حميد زاهر لجامع الفنا هو استحضار لجزء من ذكريات طفولة، أيام كان كيتردد على الحلقة ويستمتع بلوحات روادها. سيدنا الحسن تاني الله يرحمه وكان بغى يجي لمراكش، وكان ديك الساعه تسمعات وتيقول سيدنا بغى يجي عندنا لمراكش يعني خصني نغني شي حاجه على سيدنا. وتيجد واحد الطواله تيبقى غير تيجي تيقول مراكش 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 ويزيدها سيدي مراكش يا سيدي كله فرح لكم بقى غادي تيجمع فيها حتى قادها جمع الكلمات قادهم تمرن معاهم الفرقه تحفظات ما بات تبات في عين الشق سجلها دازت لديك الليله. تيعاود لنا ما حضرتش انت داكشي قال لك واحد لقي قبل لقات في المغرب ما تصورش على البال كل شيء يهتف بها. رابرك يا سيدي كله فرح ليك رابرك يا سيدي كله رابرك يا سيدي كله فرح ليك رابرك يا سيدي كله بيقودك يا بطل يا الحسن الثاني 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 رابرك يا سيدي كله فرح ليك رابرك يا سيدي كله فرح ليك فرح ليك رابرك يا سيدي كله ديما يبكيك رابرك يا سيدي كله فرح ليك ديما فرح ليك رابرك يا سيدي كله
يجازيك بكل خير. يا ربي. إنه أول حاجة اللي تقول لك يجمع الشمل، الله يجمع شمله. يا ربي. النية عنده 1000 قسمية، ماشي قسمية واحدة، على حقاش راه اسمها النية. زيارة الحاج عمر مهري مرفوق بالحسين نجم محمد كعير لبيت الراحل حميد الزاهر كان كتغلب عليها لحظات البسط اللي كان كيرسمها الحاج عمر المعروف بروحه المرحة اللي تعود عليها المشاهد في شاشة التلفزة المغربية أيام زمان. وفي نفس الوقت هذا اللقاء كان نوستالجيا لأجمل الذكريات مع حميد الزاهر واللي امتدت لسنين. والجميل في الأمر أن الحاج مهري وإن كان عمره كيتجاوز 90 سنة فذاكرته مازال كتحفظ كل صغيرة وكبيرة. أنا صنعتي أنا دباغ جاني من دباغ. السيد اللي جابني عنده اللهم طغمضة في رحمتي جابني من دباغ. أنا هاد النشاط أنا ناشط هي ولكن حيد نخون هذا الرجيم جابني لعندو نشت ما خلينا مشينا لفرنسا وهولندا بلجيكا الألمان السويد مصر داك مصر حسب دوزنا واحد العدد ديال البلادات إلا جيت نعددهم لك ما باقي عقلت عليهم. هو ليك الغزال الله يهديك هو ليك البني الله يهديك دابا نعطيك دابا نزويك الغزال الله يهديك هو ليك البني الله يهديك شاخ مخو ماما الغزال الله يهديك هو ليك البني الله يهديك او بيت الصاروخ نجيبولك الغزال الله يهديك هو ليك البني الله يهديك وما تمشيش على رجليك الغزال الله يهديك هو ليك البني الله يهديك غير بينك وماشيني الغزال الله يهديك هو ليك البني الله يهديك غنوقف هاد الحد والى فيديو اخر ان شاء الله.